السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الزمالك الأخيرة في نهائي الكونفدرالية شهدت لقطتين عكس بعض. لقطة تخلينا إن إحنا بجد نفرح لشاب زي ياسين البحيري لاعب نهضة بركان. حاجة فعلا في منتهى الجمال، شاب على خلق متدين تظهر عليه ملامح التدين. حاجة فعلا احنا كلنا فرحانين وفعلا بنطالب ان تكريم الراجل ده على هذه اللقطة دي هتشوفوها دلوقتي معايا، انا جايبها، خليك معايا هتشوفها في الفيديو. على النقيض في لقطة تاني، اللاعب الموساوي بيضرب زيزو وكان ممكن ان هو يسبب له اصابة بالغة، وايضا الحارس الاحتياطي بيضرب سيف الجزيري من غير كورة. فيا جماعة اي حاجة فيها الحلو وفيها الوحش، بس خلينا نتكلم عن الحلو ونبرزه، وهي لقطة البحيري. حاجة انا بشكرك كتير، ولازم فعلا الكاف يعمل جايزة للراجل ده تحت مسمى الروح الرياضية. شوفوا معانا اللقطات واحكموا بنفسكم. زي ما احنا شايفين ارتقاء من دونجا خطير جدا، ولكن ياسين البحيري اللاعب المحترم الخلوق قدر ان هو يمسكه قبل ما ينزل على الارض. كان ممكن تحصل اصابة بالغة جدا. شفنا طبعا الاصابات دي في الملاعب، ولكن الراجل حافظ عليه بالرغم ان فرقته متأخرة، لا حافظ على زميله ونزله على الارض بكل سلام واطمئنان. في نفس المباراة لقطة هي الأسوأ، وهي ضرب مساوي لزيزو. هتبان أكتر في الإعادة اللقطة دي إن هي لقطة صعبة جدا. بنلاحظ هنا اضرب لقطة فعلا كانت ممكن إن هي تقضي على مستقبل لاعب. في نفس المباراة أيضا بنلاقي ضرب من الحارس الاحتياطي. وعلى العموم نحب نقول مبروك للزمالك.